بمقطع السردين اللي نشرته قبل هاد، الكل علق لي انه ايش وظيفة الصحن لاني ما استخدمت الصحن، فبهذا الفيديو راح استخدم الصحن وجبت لكم علبة سردين جديدة. الكل قالوا لي جرب جولي، وهي جبنا لهم جولي. بسم الله الرحمن الرحيم. واللي علق لي ان السردين بيحتوي على مواد حافظة. السردين ما فيه مواد حافظة، السردين هو عبارة عن زيت، هو الزيت اللي بيحافظ عليه. هلا هيك بدي اكله بالخبزة. الكل علق لي حطها بالخبزة وعطيه عصرة ليمون وراح نعطيها ورقة نعناع. بسم الله، راح ندوق واعطيكم الرأي فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعطيها لقمة ثانية. هي نعناع كثير طيبة. في عالم قالت لي حط لها بصل، بس انا ما بفضل البصل مع السمك لاني بتروح طعمته كلياتها. بسم الله. بس اطيب شيء السردين هيك، اعمل لها هيك وتقول لها تعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس للأمانة علبة السردين بالحلقة الماضية أطيب من هاي. إذا وصلت لهون معي بهذا الفيديو لا تنساني من المتابعة، حط لنا لايك، ولا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب والإنستغرام والفيس. كل الحب والاحترام لكم، أخوك محمد إبراهيم.